محمد عنده الكوره، محمد يلعب الكوره لماجد، ماجد اماميه العالم السيد، خطيره خطيره، احمد عبد الكريم عنده الكوره، احمد عزه يلعب العرضيه، يلعب العرضيه، يعتبر العوده ومقابل خطيره 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 وبعد الكوره ترجع مره ثانيه، شيكا عنده الكوره، عنده الكوره محمد صبحي، محمد عزه، محمد نور، محمد وتاكلينج على طول احمد عبد الكريم ياخد رامي التماس ملعوبه على طول. ادي كده محمد صبحي تسديده كده عايز يوقفها في الزاويه البعيده ولكن مرت ولمت الى ضربه مرمى. كان الاتحاد الفني جروب بيقول حضراتكم ساعه من دور 16 ودور 8 يفوزوا على الكريمه 1-0 وسجل الهدف محمد صبحي رقم 10 اللي موجود في اللقاء في الدقيقه 17 من اول الشوط الاول، وكان حكم هذا اللقاء الكابتن نادر الكادرون. اما الشيوه صعد من دور 16 بيفوزوا على شمسان وركلات الجزاء، كرة خطيرة ولكن برافو الدفاع على طول ثلاثة في منطقة، واللي عند مالك ضربة حرة لمصلحة سيوة. صعد سيوة من دور 16 دور 8 بيفوزوا على شمسان وركلات الجزاء. اللقاء كان انتهى 2-2 وسيوة كان اللقاء نادي ساعة وكان بيدير هذا اللقاء سعد الجيد الحكم اللي أوصلتهم هو اللي كان بيدير لقاء سيوة وشمسان. ضربة حرة لمصلحة سيوة، ماجد مصطفى ضربة حرة غير مباشرة، ماجد يلعب كرة بالعرض على اليسار عند محمد أشرف، حط كرة محمد صبري عايز يعمل عرضية ولكن تخلص في الدفاع وتتحول رمي التماس، ملعوبة على طول عند محمد أشرف العرضية خطيرة، يا جول عرضية خطيرة وأحمد عبد الكريم ما وقفهاش، أحمد عبد الكريم قال لك لا واقف مين يا عم؟ واقف مين مش فاضي، واللمسة الواحدة والوان تاتش والهدف الأول أحمد عبد الكريم لمصلحة سيوة، الهدف الأول. جايبين لي عيال صغيرة معانا حلو يا شباب، يلا يا شعبان حلو. تقدم لسيوة بهدف من أحمد عبد الكريم، كرة عرضية اتلعبت وأحمد عبد الكريم كان واقف لوحده من اللمسة الواحدة والوان تاتش والهدف الأول لسيوة. ترجع الكرة ملعوبة الحارس بالضغط بينظف على طول ويعمل ابعاد لان التماسك محمد هاني هو محمد صبحي عنده الكوره واول اوت ملعوبة محمد اشرف على التنفيذ، محمد اشرف حط الكوره لعلي السيد، علي يلعب كوره اماميه عند محمد صبري، وصلت تسديده يا تسديده ولكن مرت بجوار القايم اليسار، ترجع الكوره يتحدى ضاني كوره عند جلال لمسه لوحده وسط شحبور شيكا يرجع للشعبان مش معديه مقطوعه، محمد صبري عند الكوره، محمد لفوطار كوره عند ماجد عايز يلعب العرضه محمد اشرف ولكن طويله فوق كوره شيكا تدخل الكوره بره محمد ضاني يلعب كوره عند مصطفى سعيد، مصطفى فوز 3 خدها منه عدى خدها كده محمد صبري حط كوره ولكن دفاع شيوة محمد اشرف يبدا الامل والسلامه بيطلع كوره بره رامي التماس ولكن من مكان قريب لمنطقه العمليه. محمد جلال عنده كوره يلعب كوره طويله رفيع موجوده ولكن في دفعه كده وضربه حره لمصلحه سيوة، والتقدم لسيوة بهدف عن طريق احمد عبد الكريم، كوره عرضيه اتلعبت لاحمد اللي كان واقف في منطقه العمليات ما وقفهاش وبالقدم اليمنى، ادي كوره عند الحارس الاتش يلعب كوره عند محمد صبحي، محمد يلعب كوره عند شيكا مضغوط عليه، شيكا ضغط عليه يقدر يستخلص الكوره يلعب نايميه لمحمد صبحي، كوره عرضيه الناحيه الثانيه عند الشعبان تسديده ولكن مرت دقيقه واحده تفصلنا عن نهايه الشوط الاول، دقيقة واحدة وقت من الضايع وانتهينا حكمنا الدولي والكابتن سعد الجيد حكم اللقاء وقت المباراة. ترجع الكورة ثاني اللقاء للكابتن سعد الجيد وايضا هو بيدور حكم بيدور لقاء شيوة، كان ادار لقاء شيوة وشتناس بدور 16. ترجع الكورة محمد صبحي يغير اللعب من الشمال اليمين في طلع الوان بره الملعب لان التماس في شيوة، محمد اشرف يلعب كورة عند ماجد اماميه لعلي السيد، محمد اشرف يجيب كوره عاليه وصلت عند احمد عبد الكريم، احمد ومحمد صبحي اخذها محمد صبحي يتفوق كوره خطيره
المتحمل وهذا ترجع الكوره علي السيد علي لم يستمر والله في زق ودفع كده لعلي السيد وضربه حره زق ودفع لعلي السيد وضربه حره لمصلحه شيوه من اقصى المسار ضربه حره لمصلحه شيوه علي السيد على التنفيذ علي السيد الضربه الحره شيوه ملعوبة أمامية محمد صبحي قاطع في الملعب خطورة شيكا عايز تعملها زي أحمد عبد الكريم من اللمسة الواحدة ولكن كرة شيكا اعتمدت العارضة وتطلع الكرة مرة إلى ضربة مرمى ومرة فرصة خطيرة مرت وضاعت فرصة خطيرة فرصة ثانية الخطورة وتتحرك على الكرة هذه اللحظات تساعد الجيد ويطلق شفارة نواة الشوط الأول